طبعا يعني زي ما احنا متعودين ان مصر دايما ولادة بالفنانين في كل المجالات، وفي نجوم كتيرة جدا ومتميزين بشكل كبير برضو في كل المجالات. كمان الشعب، يعني الشعب المصري والوسط الفني اخدوا كده يعني علامة كده بناخدها بنسميها علامة الجودة من اي حد بيتخرج من مسرح خالد جلال. طبعا كان ليا الحظ ان انا قابلت عدد كبير من الفنانين اللي اتخرجوا من تحت ايد المخرج الكبير خالد جلال، وكلهم بسم الله ما شاء الله نجوم وموهوبين. وفي منهم جات لهم فرص كبيره جدا، وفي منهم لسه الطريق قدامهم. اسمحوا لي ان انا معايا النهارده موهبتين متميزين جدا في الاعمال اللي هم قدموها. وطبعا زي ما انا بقول لكم ان احنا بناخد يعني علامه الجوده من عند دكتور خالد جلال. اسمحوا لي ان انا ارحب بالجميله اللي موجوده معايا النهارده، مي حمدي. ازيك يا مي؟ ازي حضرتك؟ اهلا كل سنه وانتي طيبه وحضرتك بصحه سنه وسلامه سعيده عليكي يا رب. يا رب علينا جميعا باذن الله. وكمان الفنان اللي منورني النهارده استاذ محمد نديم. ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك؟ عام سعيد عليك يا رب. علينا وعليكم يا رب ان شاء الله يا رب جميعا. انا بحس كده ان كل حد بيدخل في مسرح خالد جلال او بيبقى في دفعه وخريجين خالد جلال عنده قصه كده مع الفن، يعني مش بس مجرد ان واحد بيحب الفن، بحس دايما في قصه كده وفي معافره. احكوا لي بقى على المعافره بدات ازاي، والمرحله اللي انتوا وصلتوا فيها خالد جلال كان قبلها ايه؟ اتفضلي يا مي. انا الاول كنت بحب الغنى، فدخلت معهد موسيقى عربيه. عربيه، وكان احساسي بالتمثيل شويه في خجل شديد. بس في معهد موسيقى عربيه انت بتدرسي بالذات اللي بيغنوا اللي بيدرسوا غنى بيدرسوا تمثيل، في ماده للتمثيل فعلا. فانا غنيت، فرحت يعني غنيت كده في مسرحيه كانت اسمها كان جدع. فقابلت ناس صحابي بقى، اتعرفت على ناس من فنون مسرحيه، فتعالي غني معانا. فرحت اغني معاهم. ايه ده انت بتمثلي، انت شطوره. اتشجعت؟ فابتديت اتشجع، وبعدين خدت شهاده تقدير كده في المهرجان اللي كانوا بيعملوه، فابتديت احس انه يعني. وبعدين كنت عايزه اقدم في المعهد فما ينفعش عشان انا كنت متخرجه من قبل كده وفي المعهد، فكان فرق على السن. فابتدوا يقولوا لي، قلت لهم انا بحب كل حاجه اعملها، يعني حتى في الغنى. اما كانوا اللي حواليا يقولوا لي صوتك حلو، كنت عايزه اروح اقدم في المعهد او في الاوبرا عشان يقولوا لي ان صوتي فعلا حلو، يعني حد متمكن بيفهم في المجال هو اللي يقول لي انت عندك حاجه صح، حاجه كويسه. ممكن اللي حواليكي يجاملوكي. انت عايزه تتاكدي انت موهوبه ولا موهومه، يعني تتاكدي من حد بروفيشنال او خبير في الموضوع هو اللي يقول لك انت صح. فالدكاتره بتوعي قالوا لي لا انت شطوره جدا. وبعدين قالوا لي عايزه بقى تتعلمي وتفهمي جدا، في فرصه حلوه جدا في دار الاوبرا المصريه في مركز الابداع الفني مع المخرج خالد جلال. والكلام ده على فكره من زمان، من سنه 2010. ورحت قدمت ودخلت الورشه. تمام. واتقابلت معاه وقعدت معاه دفعه، عملت فيها عرض غنى وعرض القاء وعرض رقص. وبعد كده اشتغلت في عرض تمثيل في دفعه تانية كانت موجوده، اسمه عرض بعد الليل. وبعد كده جالي فرصه بره ان انا اروح اعمل مع دكتور يحيى الفخراني مسرحيه ليله من الف ليله على المسرح القومي. تمام. وبعد ما خلصت رجعت خدت شويه ورش كده، وبعدين بقى حنيت. انا طول الوقت عندي حنين للبيت ده. البيت انا مش بسمي مركز الابداع ان هو مكان بتعلم فيه او باخد فيه كورس او باخد فيه ورشه او باخد، انا بحس انه ده بيتنا، يعني البيت. بروح البيت. فرحت تاني عايزه اعمل بقى عرض تمثيل وعرض تخرج واشتغل بروفات فرحت تاني قدمت في الدفعه اللي انا فيها حاليا، اللي هي دفعه حاجه تخوف، دفعتنا الجرين بي. انتوا خلاص المفروض اتخرجتوا صح؟ ما هو ده طالما العرض المسرحي يبقى خلاص خلصت. ودخلت المره الثانيه في ورشه ثانيه موجوده، لاني مش قادره وانا مش عايزه اسيب المكان ده طول الوقت. يعني طول الوقت انا بستفيد هنا، بستفيد من ابونا. انا بحس ان هو بابايا، مش استاذي خالص. من استاذه علا المخرج المنفذ وزوجة استاذ خالد، من المكان، من الناس اللي بتتعرفي عليها. كل دفعه بتخرجي بجروب جميل جدا، موهوبين بتتعلمي منهم. يعني انا في اول دفعه خالص، يعني في 2010 غير دلوقتي خالص. يعني انا مي دي كانت حاجه ودلوقتي حاجه ثانيه. تتعلمي، بتاخدي خبره 14 سنه، وانت كمان اشتغلتي بره. اشتغلت كذا حاجه، خبره الشغل العملي ورجعتي مره ثانيه. بعدين بتقفي قدامه، هو استاذ خالد بيوجهك، بيعلمك حاجات كتير قوي، بيفيدك جدا. انا بعشق المكان وبحب مستر خالد بشكل خاص جدا، مش كاستاذ خالص. يعني ده اول حاجه، بس انا بحس ان هو بابايا.
مش عايزه اقول بابايا عشان هو مش كبير سنا قوي كده، هو كبير مقاما طبعا، بس هو اخويا الكبير هو بابايا. الاحساس هو اللي هو المعنى نفسه موصله لكم صحيح. بخاف منه خوف المعنى. خوفك من الاب والاخ والام يعني هو بحس ان هو كده حتى حميد بخاف يقول بموت منه. طب من غير خوف، احنا نحبه من غير خوف. لا هو بس الخوف هو من معنى الخوف زعله، هنا الخوف خوف من لزعله يعني. انك مثلا بيثق فيكي فنفسك طول الوقت تبقي قد الثقه. الأحسن. بالظبط. عايزه ما ينفعش ان هو يقول ان انت ما كنتيش قد الثقه. هو ده الحب على فكره، الحب بيخليكي خايفه طول الوقت على انك تزعلي اللي بتحبيه. انت خايفه تزعليه، مش خايفه منه. لا لا عشان لا في خالص، فرق ده كبير. هو اب واخ وصديق وحاجه كده كوليكشن انا ما شفتوش في حياتي في بني ادم بصراحه. واستاذ محمد، يعني قصه دخولك برضو يعني الدفعه دي بالذات والتعرف مع دكتور خالد جلال. هو استاذ خالد جلال انا كنت اعرفه من واحنا طلبه، انا كنت فنون جميله وهو كان في تجاره وبيخرج لتجاره، زمايل يعني. وكان مسمع جدا واعماله كانت مسمعه جدا، ودايما حتى هو من صغره اعماله المسرحيه كانت مختلفه تماما. في شيء من يعني حتى كنت بتكلم مع عمرو من شويه على عروض عملناها ايام الجامعه. طبعا طبعا رئيس تحت. كان اي عرض بنعمله، كان في عرض اسمه كرنفال الاشباح، كان عامله استاذ خالد في فرقه لقاء المسرحيه. العرض اتغير خالص غير النص، هو دايما بيبقى له رؤيه مختلفه عن رؤيه الكاتب او رؤيه دايما بياخد النص يعمل منه توليفه وشخصيه وتركيبه تحتها بصمه خالد جلال. تمام. معرفتي بيه كان في الوقت ده كنت انا طالب في فنون جميله، وكان شغله مسمع جدا، وانا كان نفسي كنت في فرقه اتيليه المسرح في الكليه، وانا كان نفسي جدا اعمل مونودراما. فهو كان صديق، فقلت له يا استاذ خالد انا نفسي اعمل مونودراما وبتاع. قال لي قلت له خلاص اختار حاجه نعملها. وابتدينا. وليه مونودراما؟ دي مونودراما صعبه قوي ان انت كمان يعني تبدا بيها او تبدا تقابل. هي يعني صعبه تمثيليا وصعبه كمان اخراجيا جدا يعني. بس انا كان نفسي اخش التجربه ده. وكنا في بدايات شغلنا في المسرح طبعا في الجامعه كنا متحمسين جدا يعني. فابتدينا نشتغل على المشروع فتره طويله، لكن ما اكتملش مع الاسف لان ما كانش فيه تمويل، كنا لسه طلبه بقى وبتاع. بس وابتديت اتابع الشغل فتره طويله، وبعد ما خلصت فنون جميله دخلت المعهد، وكان دفعتي معهد فنون مسرحيه. بس انا مع الاسف ما كملتش في المعهد. ليه؟ كنت بعد ما خلصت فنون جميله عملت دبلوم دراسات عليا ودخلت المعهد وما كملتش فيه. بعد كده انا دخلت عين شمس قسم نقد ودراما. تمام. درست نقد ودراما ومسرح في عين شمس. وجي في 2014 تقريبا كان بيشوف عرض لينا لفرقه اتيليه المسرح، عرض اسمه تلك الليله. تمام. والعرض الحمد لله كان كويس قوي، فهو كان شافني بلعب دور في العرض وعجبه الشغل جدا، فقال لي محمد انت بطلت تمثل ليه؟ قلت له بطلت امثل ايه؟ ايدي على كتفك، ما انا بمثل اهو. بس انت كنت بتمثل بشكل هاوي مش محترف. كنت بشتغل مسرح، وطبعا كان ولا بتشتغل مسرح بشكل احترافي؟ كان طموحي طبعا في السينما والتلفزيون وكده وبشكل احترافي. وعملت بعض الاعمال الصغيره كده. تمام. قلت له انا ما بطلتش تمثيل، بس عايز اطور نفسي وعايز اشتغل. قال لي خلاص الورشه الجايه تيجي لي ونشوف سكه لشغلك ونطلع. طبعا انا كنت بحلم بده يعني. كان حلم عندي ان انا اخش العيله دي. عايز اقول لك على حاجه، بس ان انت ان شاء الله لما تيجي تتفرجي على العرض باذن الله ان شاء الله، العرض على قد مساحه الابهار فيه وعلى قد دقه الاخراج ودقه التعامل مع التقنيات ومع الممثلين ومع انت 50 ممثل بيتحرك على خشبه المسرح. مش هتشوفي حد بيخبط في حد، هتشوفي كل حاجه ماشيه زي الساعه. الله يبارك. النتيجه ده هي مش بس طلعت نتاج حد محترف وحد فاهم هو بيعمل ايه كويس جدا. تمام. وصاحب خبرة اكتر من 30 سنة او 35 سنة. لا، النتيجة دي وراها كمان حاجة مهمة جدا. تجربة انسانية فريدة جدا. انا بعتقد ان الخبرة مش كافية انها تطلع عرض زي ده. عشان كده محدش بيعرف يعمل اللي بيعمله خالد جلال. طيب ان التجربة كمان خلفيتها تجربة انسانية عظيمة جدا. انت التعامل بيننا وبينه زي ما قالت مي كده، هو اب واخ ومتفاهم جدا
وفي الشغل ديكتاتور جدا، لانه هو عارف هو بيعمل ايه كويس جدا. يعني قبل العرض، قبل ما بنعرض، هو ديمقراطي اللي اقصى حد ممكن تتخيليه، ويسمعنا واوقات لما بيشوف راي كويس ياخده ويسمعنا وياخد ويدي ويتناقش معانا في المشاهد، في كل حاجه وفي كل تفصيله. تمام. في كل تفصيله بنناقش معانا فيها. ومفيش حد بيفكر لوحده على فكره. يعني هو حتى عودنا ان عقلين افضل من عقل واحد، اكيد طبعا 3 4 5 افضل من عقل واحد، كلنا بنفكر مع بعض. يمكن لما تيجي تتفرجي على العرض ان شاء الله والناس تشوفه، هتحسي قد ايه ان التجربه الانسانيه اللي ورا كمان العرض ده فرقت كتير جدا مع التجربه الفنيه اللي احنا عشناها. طيب انتوا الاثنين يعني درستوا بالفعل انواع كتيره ومختلفه من الفنون. احيانا ناس كتير تقول خلاص بقى اركز في الشكل العملي اكتر من الدراسه، وابدا اعمل كاستنج واروح هنا واروح هنا وانتشر بشكل كبير. ايه برضو اللي يخليكم ترجعوا مره تانية علشان تدرسوا او تتمرنوا او تكونوا في دفعه من دفعات مثلا دكتور خالد جلال، وهتقعدوا فيها انا اعرف تقريبا تبقى 3 سنين؟ احنا بقالنا 3 سنين. 3 سنين. ف ايه اللي دخلنا يعني ايه اللي يخليكم، ايه اللي حمسكم ان انتوا تروحوا يعني بالفعل تاني تدرسوا تاني، وخصوصا ان انتوا اشتغلتوا؟ يعني ايه اللي حمسك تاني يا مي ان انت تروحي؟ بصي هقول لك بصراحه شديده جدا، انت طول الوقت انا بحس ان الفنان اللي بيفهم جدا هو طول الوقت بيتعلم. يعني انا ما سمعتش ابدا عن اي حد في التمثيل او في الغنى بطل يتمرن مهما وصل لمجد او لشهره، هو بيفضل طول الوقت ياخد ورش طول الوقت بسمع الفنانين يتكلموا انا خدت ورشه هنا، انا خدت ورشه هنا، انا خدت ايوه ورشه بس هنا. اقصد الورشه ليها وقت محدود، لكن انا كده هقعد 3 سنين. لا انت هل بتقدروا ان انتوا تشتغلوا وانتوا في الفتره دي؟ بنشتغل وبنروح وبنيجي وبنتعلم وبنستفيد، ولا وبتتعرضي في الاخر بشكل شيك. ما هو انت كمان في الاخر انت بتتعرضي في مكان ليه جمهور عارف ان انت ده انت جوه المكان ده في حاجه كويسه جدا بتتعرض، انت طالعه بشكل انت متاكده انك هتطلعي بشكل حلو جدا يزودك. هل اللي حمسكم النجوم اللي اتخرجوا في الدفعات اللي فاتوا ودلوقتي ما شاء الله هم اللي مسيطرين على الساحه الفنيه؟ طبعا ده اكيد جزء من الموضوع، ان مكان بالشكل ده بيطلع نجوم وبالنجاح ده، فبتحسي ان لا انت في حاجه ناقصاكي، انت في حاجه لسه مش عارفاها. عايز اقول لك على حاجه، استاذ خالد كان بيعمل حاجه غريبه جدا معانا. في الاول ما كناش فاهمينها، لكن بعد شويه ابتدينا نفهم ايه اللي بيحصل. يعني اوقات مثلا كان يجي يقول لنا البروفا الساعه 6 المغرب وهو يدخل لنا الساعه 11 بالليل. طب دي حاجه صعبه قوي جدا. يعني 5 ساعات قاعدين كان في ناس بتتعب، في ناس بتتضايق، في ناس بتقول طب انا مش فاهم، طب احنا ليه مستنيين ده كله؟ لكن بعد شويه قدرنا نفهم هو بيعمل ايه بالظبط. هو بيعمل كده، هو متعمد يعمل كده لان بيسيبنا الوقت ده كله. بعد شويه بنقعد نتكلم، بنتناقش، بنختلف، بنعيش مع بعض وقت طويل، بنجوع فنبعت نجيب اكل. احنا ال3 سنين دي انت شايفه ان الوقت ده كبير جدا. انا عايز اقول لك ان احنا من النهارده كلنا حاملين هم قوي اليوم اللي احنا هنسيب فيه المكان ده. مش قادرين نتخيل ان احنا هنسيب المكان ده. طبعا اتعودتوا مع لان احنا كنا بناكل وبنشرب وبنشتغل وبنختلف وبنتعامل، وكل حاجه عشناها مع بعض لغايه لما بقينا بالفعل اسره حقيقيه. فانت بيبقى صعب عليكي قوي انك تعيشي الاجواء دي، اجواء فيها فن، فيها حب من نوع مختلف، عايزه تعيشيها طول الوقت، عايزه تعيشيها تاني. فيها عطاء بلا حساب. يعني مفيش حد بيبخل على التاني ابدا بمعلومه. وبعدين هو عنده القدره بشكل غريب جدا انه يطلع من الممثل افضل ما عنده، دي حقيقة. ويحطه في المكان اللي يلمع فيه قوي. بيعرف فاهم بالظبط مين يعمل ايه او يتحط في ايه. الممثل ما بيشوفش نفسه من بره، لكن المخرج الشاطر اللي عنده خبره وعنده رؤيه بيقدر يشوف الممثل يتحط فين بالظبط عشان يبقى افضل مكان ليه وافضل وهج وافضل لمعه ليه. استاذ خالد جلال عنده قدره على ده بشكل غريب جدا. يعني في ناس عندنا عملوا فرضيات وعملوا حاجات هم ما كانوش متخيلين انه يعملوا ده، لكن بعد ما عملوه لقوا رد الفعل قوي جدا.
بعدين انت لازم تشوفي الناس اللي اتخرجت لما بيجوا يتفرجوا بيقولوا احنا عايزين نرجع تاني نمثل اللي على الخشب. وكل اللي جم اتفرجوا علينا الواضح ان هي الورش القديمه يعني احنا هي قولوا حاجه احنا نفسنا نعمل اي حاجه تاني بالظبط. ارجوك اعمل بينا اي حاجه تاني. هم عايزين المكان فيه سحر، وهو فيه سحر. مع شغل مع مستر خالد مبهر. انا اشتغلت معاه في الشهره. هو الشغل معاه الشهره دي اللي اتقدمت في الساحل الشمالي. أيوة. في العالمين. انا اشتغلت كل الشغل معاه ممتع يعني. طيب خلينا نشوف شغل ممتع برضو ليكي، ونشوف لمي مشهد من مسلسل سجن النساء، وده كمان من المسلسلات اللي كسرت الدنيا وقت عرضه. خلينا نشوف معاكم ونرجع مرة تانية. مي انت خريجة موسيقى عربية كمان وده في الأساس، والصوت جميل. الله يخليك. لازم نسمع الناس بقى. ماشي يلا بينا. ممكن أغني حاجة لوردة. اختاري حنين ولا أغني لك ليالينا؟ ليالينا. ماشي. ليالينا ليالينا وتاهت بينا ليالينا وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا وقلنا هنرسي على مينا مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة والله وجيتي علينا يا دنيا جيتي علينا يا دنيا وجيتي كتير على ناس قبلينا. ما شاء الله صوتك جميل. ربنا يخليكي. وصوتك عارفه اللي هو زي الاصوات اللي هي شبه شيرين اللي هي المعبره دي. الله يخليكي يا شيرين. والله عارفه اللي هو حاسه كده بالكلام وبتقوليه من قلبك. انا بحبها جدا اصلا شيرين. كانت بتغني لكم؟ كتير طبعا جدا. كنت قاعده قريب كانت قاعده هي كنا بنقعد نغني لقاء. احنا نحكي القصه دي بس نطلع الفاصل ونرجع على طول. نطلع الفاصل ونرجع على طول. اهلا بكل مشاهدينا في كل مكان وحلقه جديده ولقاء خاص. الشهاده الاول وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. فكره كده اللي هو موضوع التمثيل ده اصلا مش هياكلك عيش.
الازهر الشريف يعني له مكانه كبيره جدا في مصر وفي الوطن العربي كله. هو المكان الوحيد اللي جمع بين المسجد وبين العلم. في ثمن دفعته الدكتوره منى لهذه الغربه. فالابتسامه هي باسبور المعجزات. التعليم الازهري بيتعامل مع المتفوق ازاي؟ ان الطالب ياخد حقه. الثقافه بتخلي حضرتك وكل الناس عظماء. أصعب حاجة إنك تعرض على الناس والناس يحكموا عليك. الخميس 8 مساء على نايل لايف. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج نور على نور، لقاء نعتز به، الذي يدعوه إليه الإسلام ما دام قد تحقق به بشر فلما لا يتحقق به سائر البشر. فقد كان دائما قدوة لهم، يعلمهم ويزرع في نفسهم العدل. الإسلام اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. التشريع الإسلامي جامد ثابت نهائي يفرض على الجماعة فرضا كائنة ما كانت مصالح. أمثلة قرآنية ونبوية كثيرة تقطع بأن شريعته لا تستهدف إلا مصلحته. في الأوقات التالية على مسبير زمان. احنا قبل ما نطلع فاصل كان استاذ محمد هيقول لنا حكايه. بمناسبه الحكايه بقى بمناسبه الغنى، يعني حضرتك كنت بتسالي ان هي بتغني لكم في المسرح. احنا خدنا تريقه اليوم ده. ليه؟ لا والله لا، انت مش متخيله. اولا انا دخلت لقيتهم قاعدين على السلم اللي ورا في الكواليس. كان في وقت فتره طويله ما قبل العرض قبل العرض ما كانش قاعده قاعده وهي ولقاء الصرافي صديقتنا صوتها حلو ممثله هايله قوي وصوتها حلو جدا ودارسه مزيكا برضو، فبيغنوا اغاني سعاد حسني عمالين نغني ورا بعض بخفه دم وبنمثلها بقى شربات وبيمثلوها. وبعدين الموضوع جاي تلقائي جدا، وهما الاثنين الكيمياء بينهم رائعه. يعني انا مش عايز اقول لك، مش عارف اوصف لك الحاله كان شكلها ايه. انا عارفه ان هي طفله يعني اصغر مني هي وباباها المخرج الراحل الله يرحمه استاذ لقاء الصرافي سوري استاذ ايمان الصرافي. انا اشتغلت معاه زمان عرض كان جدع وانا لسه في المعهد 2007. ولقاء كانت لسه 9 سنين 10 سنين حاجه يعني كانت صغنطوطه فهي معجونه بالمسرح. ايوه واخواتها بيعزفوا تشيل وكمان وهي بتعزف برضو، فهي شطوره جدا واحنا ما بنحب الحاجات دي. بس مش خساره الحاجات اللي في الكواليس دي، مش كنت صورتهم؟ صورتهم طبعا قلت لهم لازم تعملوا حلقات تصوروا ده. يعني انا قعدت ازقهم على الموضوع ده. مش عايز اقول لك شكلهم هما الاثنين كمان مع بعض، في اولا شكلهم لايق على بعض جدا، الكيمياء بينهم رائعه، تحس ان في 2 اطفال عندهم 4 5 سنين بيغنوا ودمهم شربات هما الاثنين وبيغنوا اغاني بقى سعاد حسني. والعجيب ان هما الاثنين حافظين اغاني سعاد حسني كلها باغاني الافلام وعارفين مين اللي ملحن ومين اللي كاتب ومش عارف اغاني بقى اللي كاتبها صلاح جاهين اغاني الافلام والحاجات دي. فكانوا عاملين حاله حلوه قوي وكانت تلقائيه جدا جدا. والله اتمنى ان هم يعملوا حاجه مع بعض في ده. احنا كنا مستمتعين كمان. احنا اتفاجئنا احنا بدنا نغني فجاه مستنيين مشاهدكم مشاهدكم يعني لا ده كان لسه قبل العرض. احنا لسه قبل العرض بنروح نجهز ونقعد. انتوا بتروحوا قبل العرض بقد ايه؟ بساعتين مثلا او ساعه ونص بنقعد. انا بروح ب3 ساعات ساعتين ونص. ايوه بنروح من بدري. يعني العرض مثلا هو ده طبعا احنا بنبقى موجودين من 6 ونص 6 7 كده في الحدود. مش فرد بس احنا بنحب المكان قوي. يعني انا فبتروحوا تدخلوا في الحاله او تبقوا متحضرين بالظبط. تروحي تحسي بالمكان وتقعدي. انت كان عندك حاجه في حياتك غير التمثيل؟ يعني انت فنان تشكيلي اساسا. انا فنان تشكيلي ونائب مدير تحرير في الاهرام. تمام. صحفي يعني كبير. كنت بكتب عن الاوبرا وعن الميوزك كلاسيك وعن الباليه وعن الفن التشكيلي والمسرح اوقات وبرسم الستريشن في الاهرام. هو فكره حب التمثيل مش بتخلص؟
يعني اللي بيبقى غاوي مثلا تمثيل وهو لسه في المدرسة في الجامعة، بس الدنيا خدته في اتجاهات تانية، بحس ان لا بيرجع تاني مهما كان الوقت ويمثل. مفيش حد من اصدقائي اللي كانوا ليهم علاقة بالمسرح بالاخص حتى بعد ما بيبقى مثلا عنده اتحال على المعاش وكبر وبتاع، الموضوع جواه مش قادر ينساه. المسرح بالاخص في حالة ادمان كده، لان هي حالة جماعية، انت بتتعاملي مع ناس وفي ذكريات بينيه كده وذكرياتك في الكواليس، وبعدين شعورك برد الفعل المباشر بينك وبين الجمهور. طبعا ده موضوع ممتع جدا. بس ممتع جدا، بس مرعب جدا برضه. والكلام اللي بتسمعيه من الناس تعليقا على اللي انت عملتيه بيفرق نفسيا قوي. وبعدين بتخرجي طاقه، بتخرجي حاجه. اللي انا بحس انه لما بمثل بخرج بتوه، يعني بتخرجي لو عندك اللي انت لو انت عندك حاجه، هو عامل زي تفريغ الطاقه كده. اللي عنده موهبه عامه وهوايه لما بيعملها هو بيخرج الطاقه السلبيه وبيخرج كل حاجه سيئه. عارفه لما بيقول لك الرياضه العبي رياضه عشان تخرجي الطاقه السلبيه، انا بحس برضو كده ان انت بتخرجي. لو اللي بيغني بيخرج مشاعره في الغنى، اللي بيمثل بيخرج برضو مشاعره في التمثيل. انا بحس انه لو انت ما عملتيش ده، انت عارفه انه حتى بتعملي ده وسط اصحابك، يعني تقعدي تغني للناس، تقعدي تمثلي. والله الواحد احيانا بيمثل قدام المرايه مود كده مختلف، انت بتخرجي حاجه جواكي. حتى لو بتمثلي قدام المرايه يقول لك هتتجنني تمثلي قدام المرايه. لا، التمثيل اللي عنده موهبه وكاتمها لازم يخرجها، لانه بتخرجي معاها كل الحاجات اللي جوه اللي مش بتقدري تعدمي عنها. يعني طيب فكره الحصول بقى على فرص، يعني الوسط الفني برضو صعب. وفكرة ان الواحد يكون محطوط في ادوار متميزة، ادوار تظهر موهبته تشهره، لان الشهرة ده يعني بيتهيألي حق طبيعي لأي حد دخل المجال الفني. الفرصة صعبة، يعني البحث عنها كمان صعب. هو بصي، اولا مفيش جهد بيروح سدى يعني. يعني احنا اولا احنا دخلنا في اهم مكان في مصر مع مخرج من اهم المخرجين، مش بس في مصر، يمكن في الشرق الاوسط. بتشتغلي على نفسك كويس جدا جدا. بمناسبة الطاقة كمان عايز بس اقول حاجة اللي كانت بتتكلم عن فكرة الطاقة. مي احنا طول الوقت في المكان ده في طاقة ايجابية. مسألة الطاقة السلبية دي من الاساس مرفوضة، يعني مرفوضه. من ضمن الحاجات اللي احنا اتعلمناها هناك، انت طول الوقت بتشحني نفسك بطاقه ايجابيه، وكل اللي حواليكي بيشحنوكي بطاقه ايجابيه. اوكي، فكره ان انت تاخدي فرصتك، انت بتاخدي بالاسباب. وهو طبعا هو المساله محتاجه جهد، طبعا محتاجه ان الواحد يشتغل على نفسه كتير، محتاجه انه يسعى انه الناس تشوفه. فانت عملتي اول خطوه، ان الناس شافتك في مكان موثوق فيه جدا، مع حد من اهم صناع المسرح في مصر، اللي عارف بيختارك ازاي وبيحطك فين. فبتتحطي في مكان انت متشافه فيه كويس جدا. حتى هم مسمين استاذ خالد يعني صانع النجوم، الجواهرجي. اخيرا لقب بيقولوا له خالد الايه، خالد الابداع. فانت بتنتمي لمكان مهم، بتنتمي لمكان بيقولوا عليه زي فاترينة الألماس كده يعني. فانت بتعملي خطوة، ده نوع من السعي، وبتتشافي كويس، وبتشافي في مكانك المظبوط، مكانك الصح، مع كوتش تمثيل ومخرج من أهم المخرجين اللي بيعرف يعمل منك أفضل نسخة. أكيد. اوكي. وفي نفس الوقت هو بيعلمك بعد كده بقى تشتغلي كمان على نفسك ازاي، وتعملي ايه، وتستمري ازاي. كنت من شويه بقول لحضرتك ان هو كان بيسيبنا مع بعض. اوكي، ب5-6 ساعات. هو كمان بيعرضنا اساسا للي هنشوفه في الوسط ده بعد كده. الصبر طبعا. لا، هو كمان طبعا. على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه. انت فعلا زي ما استاذ نديم بيقول، انت سمعتك، يعني انت لما بتروحي تشتغلي في اي حاجه، لما بيعرفوا ان انت خريجه المكان ده او انت طالبه في المكان ده، هو متاكد ان انت اكيد ملتزمه، اكيد انت متمرنه كويس، او اكيد انت عندك من الموهبه الامنه. يعني انت اكيد موهوبه، واكيد انت ملتزمه عشان انت في مكان ملتزم. فانت رايحه برضو بسمعه ان انت في انا من طلبه مركز الابداع الفني مع استاذ خالد جلال.
انا لما اشتغلت في اكتر من حاجه، فكره ان انت طالبه وتلميذه في المكان ده دي سمعه لوحدها. انت فعلا عامله زي اللي بياخد يعني انت اشتغلتي اصل قبل ما تكوني موجوده مع دكتور خالد؟ لا انا على فكره تقريبا انا اغلب الحاجات اللي اشتغلتها كانت غنى، التمثيل اكتر يعني في التلفزيون وكده. لا من بعد ما دخلت المركز. انت دخلتي المركز امتى؟ انا دخلت 2010. لا انا بتكلم اللي هي الدفعه اللي على بعضها دي اللي انت لا ما انا قعدت 7 سنين في الدفعه الاولانيه دي. ياه. ايوه عملت عرض غنى وعرض القاء وعرض انت من المؤسسين بقى. ايوه لا يعني احنا اللي دخلنا بعد قهوه ساده على طول الدفعه تسلم نفسك، اللي دخلنا بعد قهوه ساده. اشتغلت كل حاجه اشتغلتها وانا طالبه في المركز، بعرض غنى للوطن وبعرض حلو الكلام وبعرض اين اشباحي، وبعد كده بعرض بعد الليل. كل الحاجات اللي انا اشتغلتها كنت في المركز على فكره. يعني كنت من اول ما بدات كنت في المركز، من اول ما بدات مشهد صغير، وبعد كده دوري في سجن النساء وسقوط حر والنوس والعرض اللي عملته مع استاذ يحيى الفخراني. كنت طول الحاجات دي كنت في المركز. كنت في المركز في المركز. وهم لما بيعرفوا ان انت من المكان بيبقوا عارفين ان انت ملتزمه، ان انت شاطره، ان انت محترمه. يعني هو المكان لا ومتاكدين ان دكتور خالد ما دخلتوش اساسا معاه الا وهو واثق في موهبتكم. اكيد كتير جدا وبنمتحن فتره لا يا طبعا احنا مش بندخل بالساهل. يعني وعايز اقول لك هو كمان يعني هو في الدفعه بتاعتنا اختار ناس هم اول مره يمثلوا، اول مره يقفوا على خشبه المسرح. تعالي شوفي بقى رد الفعل عليهم شكله ايه. دي حقيقة. محترفين بيشتغلوا، محترفين دراسه مع موهبه. هم ما درسوش مسرح لكن هم اتدربوا. انا اقصد دراسه مع دكتور خالد. بالظبط كده. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، لكن وصلوا لمرحله لما بتقعدي فتره طويله تقفي قدام المسرح في ثقه بتاخديها. طبعا. عشان كده بقول لك انا من 2010 غير دلوقتي. بتاخدي ثقه رهيبه جدا. وقفتك كل يوم بتواجهي كل اشكال الناس اللي ما تعرفيهمش. يعني اطياف الناس المختلفه اللي ما بين فنانين، فبيبصوا لك كفنانين فبيذاكروكي كجمهور عادي، فده بيخليكي عندك ثقه في نفسك اكتر. انتوا نورتوني، سنه سعيده يا رب عليكم، ومنتظرين بقى يعني دلوقتي طبعا مسرحيه حاجه تخوف، بس احنا بقى منتظرين اعمال بقى وانتشار كده في الدراما والسينما باذن الله. بالمناسبه بس عايزه اقول ان احنا عرضنا 64 ليله ومستمرين ان شاء الله باذن الله. موفقين يا رب ان شاء الله. ميرسي لحضرتك جدا. كل مشاهدينا ارجو ان انتم تكونوا استمتعتم بحلقتنا. عام سعيد يا رب على كل اللي بيشوفونا، على مصر، على الوطن العربي، على العالم كله. اشوفكم بقى السنه الجايه. سلام عليكم.